يا أيها الناس يا أيها الناس اسمعوا. واو، لما حضرتك بتترك سنك هيك بيكون مسحوب عصبه وبتتركه بتطيح الحشوة وبيسوس بيتآكل. بيجي أنا كطبيب بقول لك شكيتك لله ليش سويت هيك، بعدين مو مشكلة بسامحك وبعدين بتقعد على الكرسي وبرجع بنظف لك السوس وبرجع بنظف بعمل لك إعادة معالجة للعصب اللي كنت عامله من أول. شوف الفيديو شوف شكيتكم لله. هذا كله بسبب انك انت ما لبست سنك بعد ما سحبت عصب، وهون انا معيد المعالجه، هون انا معيد عم نسحب العصب الحشوه القديمه ورح نعمل معالجه عصب جديده مشان تكون عصب جديد، معالجه عصب جديد وتلبيسه جديده تليق بمقامك الكريم ايها المريض الجميل. حشينا العصب هون، بعد ما حشي العصب طبعا بدنا نعمل ترميم للسن. طبعا السن متهدم مكسور. كمل، حط له اوتاد.